اليوم رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي بعد صمت طويل خرج بتصريحات. قال اليوم كأس افريقيا هي الافضل من حيث التنظيم وافضل نسخة في تاريخ كرة القدم الافريقية، وفقط مشكلة التحكيم بحاجة الى بعض الامور التقنية لازم نطورهم، وفقط ما عدا ذلك فهي الافضل وهي الاحسن. انا نشوف انا صراحة يا اخي، وهذا ما قاله الصحفيون. انا نقول صراحة في رأيه، انا نقول صراحة كلام عادي قالوا. كلام عادي بوصفه هو موظف عند الأقجع وعند اللوبي اللي ينتمي ليه الأقجع. دونك لما تكون موظف عند المعلم ديالك، هذا هو الكلام اللي تقوله. تقول العكس انت، صح، تقول العكس. انا حر، انت موظف، تراك موظف عند ويقول المسؤول تاعك قال لك قول هكذا تقول هكذاك. هو اللي سينو يروح، سينو يمشي ينحيهم البلاصه. واليوم الناس تتكالب على لي بوست، على ما يعرفوش قيمه المسؤوليه. لا انت راح تدخل في التاريخ يا موتسيبي. ظلمت ناس، ظلمت الدول، ظلمت الناس. دفعوا فلوس، دفعوا كما قال، دفعوا كل شيء باش يديروا رياضه، باش يجوا يلعبوا، وانت اول مسؤول تقابلهم. انت بالانكادرمون ديالك، بالاورغانيزاسيون ديالك، بهذه الطريقه هذه انت مسؤول، والاعوان اللي معك مسؤولين. ولما تتكلم ما تتكلمش كلمه حق. لكن لقاء اليوم الترتيبي المنتخب المصري اكتفى بالمرتبة الرابعة، أثر عليه. ونقطة سلبية عاشها أنه كما قلت لي منذ لحظات صفارة الاستهجان من الجمهور المغربي الذي كان حاضر من ناسيونال على النشيد الوطني المصري. هذه ثاني نربطوها بتصريح حسام حسن. يا خالد، لو كنت تعرف أنت المجتمع المغربي تجيك حاجة عادية، كل ما يقوله السيد يمشي. اليوم عيب، هذه عمرها لا صارت لا في الجزائر ولا في كوت ديفوار ولا في اي بلد. احنا مصر، احنا لحقنا معاهم مصر وين لحقنا، ولكن والله العظيم نحب مصر ونحب الكره المصريه ونشجع مصر كيلكو سوا، ونشجع ليبيا ونشجع تونس ونشجع المغرب. ما عندناش هذا عيب. ايم ناسيونال فيه ناس، فيه شهداء، فيه انتماء نتاع الشعب، فيه ثقافه، فيه هويه. وانت ماكش تعرف وتجي تصفر. وكل مره الكره تكون عند علاه، لان مدرب مصري قال كلمه حق، تحبوا ولا تكرهوا، قال كلمه حق. حسام حسن بقباحته بكذا، ولكن قال كلام نتاع حق. الشيء اللي قالوا عنده فيه الحق، لان كما قال المدرب السنغالي، كما قالها المدرب اليوم شو اسمه، نعم تياو، وكما قالها حسام حسن، لأن شافوا بعض الأمور ما قالوش كل شيء، لأن عاشوا بعض الأمور وما حبوش يتكلموا عليها. إذن عيب ضياف عرب مسلمين كيما انتوما، خلينا من المسلمين يا سيدي، خلينا من العرب، هذو ناس جاوا ضياف لبلادك. احترام، احنا جاوا يربحوا الشان هنا. البيبليك الجيريان كله صفق على السنغاليين، كلهم صفقوا عليهم. امور عاديه وملعب ممتاز والاجواء ممتازه، وفرحوا، راحوا فرحانين من الجزائر. سعيد كلاوي، تخيل